كريس بوميستر بعد ما اعلن اعتزاله في اخر ظهور ليه في مستر اولمبيا للمره السادسه على التوالي، رجع نزل بوست ليه من قريب ان هو هيشارك في بطوله براك برو، ودي هتكون اقل من 3 اسابيع تقريبا. والمفاجاه انه مش هيشارك في فئه الكلاسيك، هيشارك في الاوبن بادي بيلدينج او الوزن المفتوح. وطبعا لو خد اللقب في البطوله دي او طلع من التوب 3 هيقدر يشارك بعد كده في مستر اولمبيا الوزن المفتوح، يعني هيكون منافس لسامسون داودا على اللقب. ويا ترى هيعرف ياخد اللقب ولا هيبقى صعب عليه، او هيقدر يوصل للحجم بتاع الوزن المفتوح ولا لا؟ وده شكله تطوراته في خلال السنين اللي فاتت. طبعا وزنه ما بيزيدش لكن حجمه العضلي بيزيد، والكونديشن والنشفان والصور بتاعته اللي نزلت على الانستجرام واضح انه عارف يعني قدر يحمل في الفترة دي او يفتح ويزود وزنه في فترة قليلة. واكتب لي في الكومنت منتظر ايه من كريس بوميستر التاني، او متخيل ان هو ممكن يعمل ايه اكتر من كده، او هيقدر ياخد اللقب في الاوبن ولا لا.